بتقريب أكثر من 5 ملايين سنتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدتي أيوب ضغمان، جريدة الدور الاقتصادي. سؤالي سيكون من الجانب المالي أو الاقتصادي الرياضي. هل تم تخصيص ميزانية للجانب الرياضي إن صح القول، يعني الملاعب الجوارية أو الفرق الخاصة بدائرتكم؟ شكرا. بالنسبة للجانب الرياضي خصصنا مشاريع عام 2025 بإنجاز ملعب جواري بحسيمة مركز فوق مقر الدائرة، وانجزنا كذلك ملعب جواري بالقرب من المركز الثقافي ببلدية حسيمة ملعب جواري بالقرب من قاعة العلاج بدوار المعيزية، وكذلك ببلدية مزغران من ميزانية الولاية إنجاز ملعب جواري بحي تيليغراف. هادو هما اللي تفكرتهم. ممكن الأرقام الارقام تاع المبالغ الماليه؟ نعم صح. حسيمة كانت سنة 2025 هي سنة رياضية بامتياز، حيث قامت البلدية بإعداد ملاعب جوارية بنسبة 4 ملاعب جوارية مخصصة على حساب الأرصفة والتأسيسيات. كان الملعب الجواري على الأساسية اللي هو الملعب الجواري الخاص بالقرب أو بجانب التكوين المهني، وملعب جواري بالقرب من المركز الثقافي، وملعب جواري بدوار المعيزية، وإعادة تهيئة الملعب الجواري من ميزانية البلدية الموجود على الطريق وريعة. بمعنى أن في سنة 2025 ضيف إلى ذلك الملعب الجواري بدوار منطقة دواوين. كنشوفوا خلاصة أن في سنة مالية واحدة تم تخصيص أكثر من 5 ملاعب جوارية. نجم نقولوا بأن السنة المالية كانت سنة مالية رياضية بامتياز. بتقريب أكثر من 5 ملايين سنتي.